اليوم عندي الشيف أنيسة، رح أعمل أنا وياها أكلة بحرينية. يا هلا شيف. يا اهلا شيف ربا، شلونك؟ الحمد لله. شو رح نعمل اليوم؟ اليوم راح اسوي لكم كباب بحريني لذيذ. يلا خلينا نبلش. خلينا نبلش. راح نبدي بملعقة شاي للسنود والجلجلان. شو السنود والجلجلان؟ السنود هو الكمون والكزبرة. اوكي. نحطها في الفود بروسيسور. عندي الكركم، بعدين بودرة الثوم والبصل، فلفل أبيض، بصلة متوسطة، كمية من الثوم على حسب الرغبة، كابسيكون الفلفل الأخضر الكبير، ممكن نحط أي لون نحبه مش مشكلة، وآخر شيء الطماطم. أخلطهم بالخلاط مع كوبين ونص مي. شيف أنيسة، هالأكلة إلها موسم ولا بتتاكل على طول؟ غالبا شيف ربا هي تكون في موسم الخضار الخضراء، انزين غالبا، بس احنا نفضلها دائما في رمضان وقت الفطار، اول ما نفطر ناكلها بالفطار، وايد لذيذه. راح افضي الخليط اللي سويناه، وراح اضيف عليها دقيق النخج. نخج؟ شو يعني دقيق النخج؟ البحرينيين يسمون الحمص نخج. هيدا هو دقيق النخج أو الحمص. تفضل يا شيف. هذه نص كيلو، يعني 4 أكواب من دقيق النخج. الحين راح نضبط الملح، وكل واحد وعلى حسب رغبته. أنا أشوف إن ملعقتين شاي ملح جدا مناسبة. انت عنك شيف. ونضيف الخضار الخضراء، الخضار الورقية الخضراء. طاولين الشبت شيف ربا. قصدك الشبت. الشبت. بنتعلم لبناني. والحين دور الجلجلان. قصدك الكزبرة. الكزبرة، أيوة. الحين راح نضيف البقل المقطع، وهذا هو البقل للي ما يعرفه، وإذا كان غير متوفر ممكن نستبدله بأوراق البصل الأخضر. هذا القوام المطلوب. والحين راح أخليه يرتاح من ساعة لساعتين. في هالوقت راح أسوي غموس الصبار. وشو الغموس الصبار؟ الصبار اللي هو التمر الهندي، غموس التمر الهندي. راح أحط 3 ملاعق طعام زيت زيتون. راح أحط 3 إلى 4 فصوص ثوم. طلعت الريحة، راح أضيف ملعقة شاي كمون. أضيف الكزبرة، أضيف الصبار. التمر هندي يعني. أيوة. أول ما يغلي ويصير كثيف شوي راح أطفي النار. وآخر شيء راح نضيف الملح مع الفلفل الحار، اختياري طبعا. صحيح. وبكذي نكون خلصنا الصبارة. راح نحط ملعقتين شاي بيكنج باودر، ملعقتين ونص. زين، وهذا النص تقريبا، ونص ملعقة بيكنج صودا، ونخلط. والحين صار خليطنا جاهز عشان نقلي. لما نصب الكباب دائما نحاول ان تكون طريقة الصب عمودية، يعني القفشة تكون على فوق بهاي الطريقة.
وهذا اللون اللي احنا نبغاه راح نشيله نخليه على جهة ونكمل قليل بقية الأشياء. شو رايك في الكباب البحريني؟ عجيب عجيب عجيب، على رأيكم. جربوها وأكيد حتعجبكم.